من سوريا نروح للبحرين. الدعوة للحوار الوطني اللي كان أطلقها مؤخرا ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد الخليفة جاءت لتكون بمثابة الضوء الأخضر لتحقيق انفراج في المملكة الخليجية الصغيرة، ولتكون نواة لإنهاء المواجهات والاشتباكات بين السلطة الحاكمة والمعارضة. هذه الدعوة ليست نهاية المطاف، لكنها أول خطوة في مشوار طويل يجب أن تخوضه الحكومة والمعارضة لإنهاء حالة الصراع اللي يكاد يقضي على البحرين بأكملها. هذه الدعوة قُبلت بالموافقة والترحيب من جانب جمعية الوفاق الوطني اللي هي أبرز فصائل المعارضة الشيعية. لنجاح هذه الدعوة ولنجاح حالة الحوار لازم يكون في حالة من الثقة بين الحكومة والمعارضة، ولازم الأجهزة الأمنية تتوقف عن قمع المسيرات المعارضة اللي كل مرة قمع هذه المسيرات بيزيد من العنف بين الطرفين وبيزيد حالة الغضب والشحن والفجوة بين المعارضة والنظام الحاكم. والفيديو اللي جاي هو أكبر دليل على ذلك. الفيديو التالي هو من بلدة شهركان، وبنشوف في أعداد من المتظاهرين المعارضين وهم بيستعدوا لعملية هجوم على قوات الأمن من خلال إلقاء زجاجات المولوتوف عليهم، في موقف بيتكرر كثيرا وبيصور حالة الغضب الموجودة في البحرين ما بين المتظاهرين وقوات الأمن.